بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على واحد الفاكهة مجففة ماشي جافة اللي هي الكرموس أو الشريحة. كاين بعض الناس اللي تيدخلوا الكرموس مع الفاكهة الجافة، وإنما هي مجففة، أي حنا اللي تنجفوها يعني تنيبسوها. والشريحة غنية جدا بالكالسيوم، وهي أغنى الفواكه اللي تتحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم. مني تنجفو الشريحة أي تنيبسوها، فهاد المواد المعدنية أي الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم تتكون مرتفعة جدا زيادة على السكريات، فهي مرتفعة، ولهذا السبب فهي ممنوعة على أصحاب السكري، وكذلك الناس اللي عندهم القصور الكلوي فهي ممنوعة عليهم، لأن الشريحة غنية بالبوتاسيوم. زيادة أن الشريحة تتنقي جسمنا من السموم لاحتوائها على نسبة كبيرة من البوتاسيوم والمغنيسيوم. فالشريحة مهمة في التغذية ديالنا، خصوصا إلا رقدناها في الزيت البلدية أي زيت الزيتون. تناخدو كمية من الشريحة ونديروها في قرعة ديال الزاج ونغطيوها بالزيت، على حقاش إلا كلينا الشريحة بوحدها فهي عبارة على سكريات، يعني ما تنستافدوش منها بزاف، ودغيا تتهضم ودغيا تيجيك الجوع. أما إلا زدنا عليها زيت الزيتون أي زيت البلدية فهي تتعطل باش تتهضم وتتبقى مدة باش يجيك الجوع. ونزيدكم فالشريحة تتعالج العظام، تتقويهم لأنها غنية بالكالسيوم، وكذلك تتساعد في زيادة الحديد في الدم لأنها غنية بالحديد. وكذلك الشريحة لها تأثير إيجابي لصحة القلب، أي تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. فعند تناول التين أي الشريحة فهو يقلل من الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. فالشريحة تتنظم الضغط الدموي لاحتوائه على البوتاسيوم، وكذلك تساهم في تحسين مستوى الكوليسترول لاحتوائه على الألياف الغذائية. فالشريحة تتساعد على تنظيم الجهاز الهضمي نظرا لاحتوائه على الألياف الغذائية اللي تتلعب دورا مهما في تحسين حركة الأمعاء وتحسين عملية الهضم والإخراج. يعني الناس اللي تيتشكاو من الكونستيباسيون أي العصيم. وصلت النهاية، نتمنى نكون خفيفة ظريفة على قلوبكم، وإلا عجبكم الفيديو ديروا اللايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.